1734 كيلومتر هي المسافة اللي قررت نديكم معايا. غنمشيو فيها من مدينة ديال الدار البيضاء حتى لمدينة الداخلة ان شاء الله. هنايا كتبدا الرحلة ديالنا. الانطلاقة كانت من مدينة كازا، واحد الطريق شديناها مع تران. كانت صراحة واحد البداية زوينة. شديت ناسيونال، طريق زوينة ما شاء الله. حاجة اللي كيخليك انك تبغي تكتشف المغرب اكثر. هنايا واحد السانسيت اللي هي كان ضروري خصني نوقف فيها، حيت هادي اول رحله ديالي. ومن بعد ضروري واحد شويه ديال الاستراحه باش نصلي. بريري ديال اتاي عمر ليسانس والحمد لله ويكمل الطريق. وصلنا بخير وعلى خير لمراكش واخا درناها في الناسيونال. اي الطير كالمحاربه، اللهم بارك. صراحه طريق زوينه، طريق زوينه. الطير كتاهي ما بيهاش فهمتي. صراحه كاين واحد الامور نهضروا عليها فاش نكونوا شادين الطريق فهمتي، اللي نشرحها للدراري اللي باغيين يشدوا الطريق بحال هكا بموطو كومسا فهمتي. يعني كاينين شي حوايج اللي زوينين وشي حوايج اللي ما زوينينش بحال اي حاجه. المهم الحمد لله على سلامتنا بعد مراكش. 6:56 دقيقة ديال الصباح بدات الرحلة ديالنا. من بعد ما صلينا وجمعنا الباكطاج ديالنا. شحال من كيلومتر كاينه في الموتور؟ هنا غتبدا الرحلة ديالنا. ونهز الصديق ديالي حميد اللي غادي يمشي معنا في هذه الرحله. حتى هو بالنسبه له اول مره يمشي معنا في مسافه طويله. وهذه مدينه مراكش مع 7 ديال الصباح. صراحه هنا مشينا بلا فطور بلا حتى شي حاجه، شدينا الطريق شويه علينا، متعين بالجو الصيفي ديال مدينة مراكش. هاد الوقيته هادي شتنا البرد، ضروري نوقفو نشوفو الجوطات. انا كنفيريفي واش الكاميرا باقا كتصور. ومتعين بهاد الجماليه ديال الشروق ديال الشمس. وصلنا لمدينة شيشاوا، وهنايا بدا الصراحه كيضرنا شويه ديال الجوع. بدينا كنقلبوا على شي بلاصه فين نوقفو ناكلو فيها. وغادي جا بدينا كنحسو عليها. نوقفو الموتور حدانا. وهنا جلسنا في هاد الجليسة هادي. دوموندينا بريري ديال اتاي واومليط باش نكملو الطريق ديالنا بانرجي مزيانه. شدينا بيان سور الناسيونال عاوتاني. هاد الكليب تابعنا. كنحاول نصور لكم بزاف ديال لي زونغل باش تاخذوا واحد ليدي على الطريق كيفاش دايره.
صراحه شحال هذه من سمعنا الطريق هذه طريق زوينه بزاف. كان لا ريكوموند لاي واحد باغي يكتشف المغرب يشد الناسيونال اخويا. كان عندك الوقت كنتي مسالي وقف بحال هاد البلايص اللي هما ما غتندمش عليهم. هادي فم الجرانه معروفه شحال وحنا كنا كندوزو ليها فاش كانت غير ناسيونال قبل ما دار لوطوروت. شدينا القهوه ديالنا قريعه الماء عيش الحال الصراحه بدا كيسخن والطريق باقا طويله. وصلنا الحمد لله لمدينة أكادير. صراحة مبقيناش كنحملو هداك لومبوتياج، كنحاولو غنخرجو بالزربة من المدينة باش نتمتعو بهداك الجمال ديال الطريق ديالنا. كما كتشوفو هنا حيدنا الجاكيط لابسين غار تيشيرت حال سخون. هادو من احسن الاوقات اللي تقدر تسافر فيهم شهر سعود، كتكون الدنيا شويه مرخوفه. وقفنا هنايا باش نعمر شويه ديال ليسونس حتى حنا نستريحو واحد شويه حيت بدينا كنحسو بالعيا. ليسونس داير 15-60. كملنا الطريق ومبقاتش نافعانا غير ناسيونال، خرجنا كاع للريجيونال. وهاد الطريق هادي كندوز منها دائما فاش كنمشي الطريق للداخله، الطريق اللي كننصح بها اي واحد يدوز منها هي طريق ماسة. قبل ما توصل لتيزنيت كدور على طريق ماسة كتمتع ليا بالجماليه ديال المنطقه. هنا بدينا كنشمو الريحه ديال انواع ديال الفليو ديال الازهار ديال بزاف ديال الميكس ديال الروايح اللي كاينين. صراحه واحد الطريق اللي زوين بزاف. الطريق شويه كتلف، ما عرفنا واش ندوزو من اليمين ولا من اليسار. هنايا قررنا صراحه نضربو دوميتور نسولو على راسنا نعرفو فين غاديين. عاش اللهم سول وتعرف راسك فين غادي احسن ما تستاق غادي تلقى راسك تلفشي. حنا عند هاد الناس صراحه ما بكلوش علينا المعاونه، قال وراونا من ندوزو ولقينا الحمد لله ان الطريق اللي غادي فيها هي طريق مزيانه. دونك غادي نرجعو نفس الطريق ديالنا. هنا التقاطع اللي كيرجعك من الريجيونال للناسيونال. ودابا هادي كنشدو الطريق اكلو. واحد المنظر اللي خطير الصراحه خوش. وفيلين فاش وصلنا لجنب البحر حسينا بالبروده ديال البحر، واحد الانتعاش اللي هو واو خطير. الجبال على اليمين ديالنا والبحر على اليسار، واحد الطريق اللي
تهموش عليها وعندكم بونيس اون بلوس كتشوفوا شويه ديال الجمال. وزيد شويه وتلقى شويه ديال النعيجات حيد من الطريق. شحال زوين صراحه تبقى تشوف بحال هاد المناظر في الطريق كتبقى كضحك تحت الكاسك. دونك وقفنا في هاد البلاصه كاينه في جوايه ميرليفت. هاد البلاصه معروفه بهاد الصخره هادي اللي وسط الماء كتجي بواحد المنظر خطير. كنكملوا الطريق ديالنا. الديستيناسيون ديالنا هي ان شاء الله بغينا نتغداو في البلاج ديال الجزيره. موت ليا مع الفيراج صراحه متعه زوينه الناس اللي كيبغيو الفيراجات وحتى الطريق ما بيهاش صراحه. وصلنا للبلاج ديال الجزيره فين ان شاء الله غادي نتغداو. كاين عطا الله لي شوا طواجن بشتى الانواع، ولكن قبل الواحد هو اللي يسرح رجليه ويحيد السباط وخليهم يتبردوا. واحد الاحساس الراحه. هذه هي البلاج ديال الجزيره كتكون صراحه زوينه فاش كتكون الماء غيباس في الجزر. واحد الجمال دايزين حدانا في الوقيته اللي كنتغداو فيها. واحد المنظر اللي هو كيريحك وكيعطيك واحد الانرجي زايده فين تقدر تشد الطريق. كملنا الطريق ديالنا وقدامنا هنايا كما كتشوفوا مدينه ديال سيدي إفني. واحد المدينه اللي هي زوينه صراحه. انا في الفيديو كنت كنقول ما غاديش ندوز ليها، ولكن ضروري نضربو فيها شي طويره. هادي معروفه بالطلاعي ديالها. هادي هي الطلعه الوحيده اللي كتطلعك للسونتر فيل ديالها. ما شاء الله زوينه مدينه نقيه. وقفنا هنايا نديرو شويه تصاورات. انتم واخا قلت صراحه ما غندوش سيدي إفني، ولكن صراحه نضربو خطيفه خفيفه. شوف هاد المدينه كالم شويه صراحه كالم. او حميد والتيركا كالم. ها زوينه اللهم بارك. ضروري الكريسي في السلسله. هادشي وسط التصوير ديال الدخله ديال سيدي إفني. كما كتشوفوا حنا واقفين في الرومبا. هادي كدي حامد. تحيه للناس ديال سيدي إفني مره اخرى. ونكملوا الطريق ديالنا. الصراحه في الطريق هذه كانت واحد الطريق زوينه بزاف. حاجه وحده اللي كانت هي ان كان الصحن والشوم. كان ضروري تبقى غادي غير مكسيري ما تحاولش توقف. وميمطون مناظر خلابه قدامنا متعين بها الصراحه. وخاصه
ولكن طريق الصراحة ديال لي مونطاغ. المغرب ديالنا مغرب جميل، وكما قال محمد الخامس خرج تكتشف. هنا وقفنا في مدينة قلميم، شربنا برير ديال اتاي بالزربة وكملنا الطريق ديالنا. الصراحة صافي بليزير توقف تشرب شي حاجة وتكمل الطريق، ما غيفهمها غالي مدوز. رجل الموسيقى وجباد الكابل. كيطيحوا عليك شي بلانات في الطريق كيسطير صراحة. درنا لكم واحد الأونغل جديد باش تشوفوا بلاصة أخرى. حميد تحياتي ليك أخويا. هنا الصراحة الطريق ولات كتبان شوية صحراوية، كما كتشوفوا على اليسار كاينين الجبال. بصراحة كان واحد الجبال اللي هو زوينين، عجبوني الصراحة في ديك الوقيته. ما كيبانوش بنفس ديك ليماج اللي كنت كنشوفهم، ولكن الصراحة كان واحد المنظر اللي هو خطير. وقفنا هنايا نصليو الصلاة ديالنا ونكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. هنا خوتي متنا بالبرد الصراحه، حيت كنا تحركنا مدينه مراش، كان الحال سخون، كنا ما معولينش على هذا البرد، ولكن الصحراء تبارك الله البرد ديالها لا طحتي فيه مشكل. هنا كنشوفوا السي حميد مضوي لينا، شوفوا معنا شنو كاين عندنا في هاد الفواطاغون. ما كاين والو، كاين الصنادل، الماء، رطيجات في الصنادل. هنا كما كتشوفوا طريق دوبل فوا اللي كيديروا من تيزنت للداخله. صراحه واحد الطريق اللي غتنفع الناس ديال الصحراء بزاف. وكما كتشوفوا الضواو اللي كاينين ليه هادوك دي زوليان. صراحه كنا بالنهار كنتو غتشوفوهم اكثر. وهذه طائركا المقاتله اللي الصراحه صدماتني ببيرفورمانس اللي ديالها. كنت كنقول صراحه في الاول الا كنا جوج غتقال طلعي الهباطي كذا. الصراحه واحد لا موطو اللي هي زوينه بزاف. حميد كي تريني شويه صراحه، موتور خطير بالنسبه للناس اللي باغيين السفر الطويل، ديو معاهم بزاف ديال البارطاج ديالهم وغتتمتع بالطريق. هو حاجه وحده كتبقى في لي زاكسيليراسيون اللي كيكونوا ثقال، ولكن عذروني حيت كنقول هاد القضيه حيت انا دايز من سبورتيف اللي هو ميل لهاد الموتور، دونك ضروري نقول لكم هاد القضيه. هذا هو الفيل اللي كان عندي في هاد اللحظه. وصلنا لمدينه العيون الحمد لله على خير. قلبنا على اول اوتيل، طحنا كاو، ضربنا اكثر من 800 كيلومتر هذا النهار وبغينا غير نرتاحوا. الصراحه الاول كنا كنعولوا اننا نعسو غير في شي ستاسيون عاديه، ولكن الصراحه مشيشه. هنا شدينا الشومبر ديالنا اللي غنرتاحوا فيها هاد الليله هادي. واخا الصراحه دابا راه وصلنا حتى 12 الليل باغيين غنطيحوا كاو عيانين، حيت كنا معولين الصراحه نباتوا غير في شي ستاسيون سيرفيس ولا شي حاجه، ولكن صافي هز صنداتي نرتاح شويه. انا هز صنداتي باغي نحيد السبردين. الوغيات وها كيتكسل بحال تفرجتي داك صباح اصبحنا معطلين، اجري ولا تزقل الفطور. سي حميد هبط هو الاول بريباري لنا الفطور على ما جيت انا. راه بادر على 11 قبل 4 هادي مشى علينا الحال. طلعنا بالزربه، لبسنا حويجات ديالنا وجمعنا الباكطاج عاوتاني. ضروري نضربو بعدا قهيوه ديالنا باش نكملو الطريق. وحنا
عمرنا قرعه ديال الماء و راك ليا الطريق عاوتاني ما بقى قد ما فات. وليدات ديال العيون راكم في القلب اخوشي، وان شاء الله غادي تكون زياره تما عما قريب. صراحه العيون واحد المدينه اللي خدموها الناس بزاف وكتعجبني بزاف صراحه. نتمنى ان الناس ديال الداخله اللي هي مدينتي الشخصيه يديروا بحال ما داروا في العيون. وضرب لي على لابورت ديال العيون كيفاش دايره الخيمه الكبيره. لي ضروري نديرو شي حاجه بحال هكا. مشينا ما غنكملوش الطريق حتى لمدينة الداخله غا هكاك، ضروري نمشيو نشوفو البلاج فين كيكونوا وليدات ديال العيون. هذا بلاج فم الواد، واحد البلاج الصراحه زوين. وقفنا نمشيو لواحد الباطو اللي ديما كندوز عليه في الطريق، اللي ابارامون هو واحد السبوت ديال السيرف. اول اوفرود ليا بالطائركه فيلين زوين. وهي الطائركه المحاربه هي والباطو، وحميد تهو دائما معنا. هنا كنعاود بانني طبت من بعد ما كملنا الطريق من فم الواد. وصلنا للمسيد تقريبا واحد المسافه ديال 90 كيلومتر. صراحه كتحس بواحد العيا اللي هو صعيب صراحه شويه. وقفنا في هذه البلاصه هذه باش ان شاء الله نستراحوا شويه. مهم غادي نوقفوا هنايا باش نستراحوا واحد شويه، ناكلوا شي حاجات، نزيدوا شويه ديال الانرجي باش نكملوا الطريق ديالنا. كملنا الطريق ديالنا وباقا تابعنا الطريق اللي ما كتساليش صراحه. درت جميع لي بوزيسيون باش تسارح، درت دول البلاي ليست ديال الموسيقى كملتها، والطريق مازال ما بغاش تسالي اخوتي. هنايا وقفنا في واحد ستاسيون اللي كما كيقولوا in the middle of nowhere، like ما كاين والو حداها، ولكن كاينوا ناس فيها كيستراحوا. قررنا حتى حنا نوقفوا فيها، ماشي قررنا الصراحه، العيال اللي قرر. مشيت كنتمشى شويه باش نطلق شويه الرجيلات صراحه. اليوم الثاني كتحس ديجا بالعيا، باز للناس صراحه اللي كيديروا لي لون تراجي. ولكن واحد الوقت اللي اكتشفت هي ان خصك تبقى غادي واحد الوقت صافي كتولف داك الريتم. وغير هذاك البروميير 2-3 جور جو بونس، من بعد كلشي غادي يولي مزيان. جبدنا الكابل، ضروري نوقف مره. بديت كنشم ريحه البلاد وبديت كنكسيري، ما بقيتش كنتسوق حتى شي حاجه في هاد الساعه. باغي الصراحه غنوصل
الصراحه العيال وانا غادي كنشوف البلاصه اللي كبرت فيها كنقرب ليها وكنقول واخيرا غادي نضرب فواياج ديال الاحلام. وضروري ما تصور هاد السانسات ديال اواخر ديال الرحله ديالنا. الكاميرا وعيات مسكينه، وكيما مرة خص ضروري توقف حيتاش كطيب. واخيرا الحمد لله وصلنا لمدينة الداخلة. صراحة الطياركة كانت واحد لا موطو اللي الصراحة عجبتني بزاف في طريق طويلة، حيت انا ديجا مدوز موتور سبورتيف اللي صعيب سفر فيه. نتمنى تكون عجباتكم هذه الرحلة مع الدخلة ديال الباب ديال مدينة الداخلة، وان شاء الله هذه ماشي هي الرحلة اللي غنبقاو فيها، غادي يكونوا هذه غير بداية بالنسبة ليا، وغادي يكونوا بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله. تابعونا في الباج ديالنا ديال الانستغرام، باج فيسبوك، و بالخصوص اليوتيوب ديالنا. تابوناو عندنا في لاباج باش يوصلكم دائما الجديد. ان شاء الله غادي نحط لكم لي ديتاي على كاع المصروف اللي تخسر في الطريق كامله. واللي عنده اي سؤال يقدر يصيفط ليا باغ ميساج، غادي نخلي لكم حتى النمره ديالي في الديسكريبسيون. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.